مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله كده وتستمتعوا بكل حاجه حلوه في الحياه، وبالاخص كره القدم اللي احنا موجودين عشان ننبسط فيها. يعني الحقيقه في مصر الموضوع بيبقى مختلف عكس اوروبا. اوروبا لحد ما الناس بتحاول تستمتع بكره القدم، لكن احنا بنستمتع بالمشاكل والقيل والقال زي ما بيقولوا. يعني في الحقيقه كان في موضوع كنت حابب اتكلم عليه وقلت استنى شويه بعد يومين ثلاثة ما الحقيقة يحصل، لأن كان في كلام كتير جدا والناس تشكك في ده وناس تشكك في ده. بحكم وجودي وتربيتي داخل النادي الأهلي ومعرفتي بنجوم النادي الأهلي وحبهم الكبير للنادي، كان لازم يعني أعمل الفيديو ده الحقيقة. ولكن قلت استنى شوية لأن الحقيقة شفت ناس طلعت ما بعد الموقف الخاص بالكابتن حسام غالي واعتذار كابتن خطيب، والكلام كتير حقيقة، تشكيك في ده وتشكيك في ده واصطياد للاخطاء يعني واحد من نجوم النادي الاهلي زي حسام غالي، وفي نفس الوقت تشكيك في كابتن خطيب احد رموز الاداره في مصر والنادي الاهلي واحد نجوم واساطير كره القدم. فالحقيقه احنا يعني يومين، احنا النهارده احنا بنتكلم خلاص الجمعيه العموميه هتكون موجوده يوم الجمعه، يعني طبعا هي مش نازله عشان تنتخب حد، يعني هي نازله عشان تعدل من لائحه النظام الاساسي في النادي. لكن الوضع للجمعيه العموميه في اليوم ده هيكون مختلف الحقيقه. هو هتبقى مظاهره حب الكابتن محمود خطيب للعدول عن قرار عدم وجوده الفتره دي في رئاسه النادي وتنفيذ مهامه وتكمله مهامه كرئيس للنادي، وان هو ما يبتعدش عن الدورة القادمة وينزل يترشح في الانتخابات القادمة. دي هتبقى مظاهرة حب بلا شك، كلنا هنبقى موجودين وكلنا هنشوف ايه اللي هيحصل، في ظل طبعا في ضغوط كبيرة جدا على الكابتن خطيب ان هو يرجع عن قراره ده. وده الحقيقة واضح ان الكابتن خطيب خلاص الامور بالنسبة له يعني خلاص بتقترب ان هو يعدل عن هذا القرار، لان هو ان شاء الله بعد الجمعية العمومية هيطلع عمرة يستخير فيها ربنا والامور هتمشي ان شاء الله ازاي، يعني هيرجع عن قراره. طبعا فكره الصحه دي يا جماعه ربنا يديكم الصحه كده، الامور بتبقى الحقيقه مهمه جدا لما يبقى انت تعبان وبتيجي على نفسك وبتتعب وضغوط كتيره. طبعا في وقت من الاوقات انت لازم تاخد راحه، لكن في ظل حبك لمكان معين وكيان معين بتيجي على صحتك شويه. فانا اعتقد يعني في وقت من الاوقات كابتن صالح سليم كان عامه في لندن، كان بيدير النادي من لندن في وجود كابتن حسن حمدي هنا، ويعني تفاصيل كتير يعني اكيد انتوا عارفينها. فبالتالي ليه لا كابتن خطيب ما يعملش نفس الوضع، يبقى بيستريح على الاقل اكتر وقت، وفي نفس الوقت لما يكون قادر وينزل يروح النادي ويتعامل مع الوضع ده. التفكير وده اللي يعني الناس ما عندهاش مشكله فيه خالص خالص خالص. الحقيقه خساره كبيره جدا لو كابتن خطيب الصراحه قعد، لان فكره الكوادر وعدم وجود كوادر انها تدير النادي الفتره اللي جايه الى حد ما موجوده، بالرغم من اسماء كبيره موجوده تدير النادي وتبقى متواجده في النادي وهتديره بشكل كويس، لان النادي الاهلي مؤسسه اصلا، فكل واحد بيجي يحط التاتش بتاعه ويحاول ان هو يحقق اكبر قدر من الانتصارات والبطولات عشان يحط اسمه ضمن رؤساء النادي العظام الحقيقه في النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله ان الامور تمشي بشكل جيد، والفتره اللي جايه طبعا كل الاسماء اللي موجوده تبقى موجوده، لان النادي الاهلي لما هيعمل انتخابات هي انتخابات نزيهه وانتخابات فيها ديمقراطيه كبيره، واللي الجمعيه العموميه شايفاه ان هو الاحسن هيجي، يعني حتى لو كابتن خطيب موجود، ولكني طبعا اشك في ذلك. كابتن خطيب ما دام موجود محسومه بالنسبه له. انا بس هي الفكره واللي انا طالع الفيديو ده عشانه هو كابتن حسام غالي، صديقي واخويا وحبيبي، وشايف ان هو واحد من الكوادر الهايله جدا جدا جوه النادي الاهلي. مش عايز اقول ان هو اللي موجود بس دلوقتي، بالاضافه لكابتن سيد عبد الحفيظ. انا بتكلم على نجوم كره القدم الصغيرين والشباب اللي طلعوا. فالحقيقه اي تصريحات خرجت منه هي ممكن تتاخد بمنظور ومنطلق تاني خالص غير اللي ممكن يكون هو الراجل قصده عليه. كابتن حسام غالي بيحب النادي مفيش شك ومحدش شاكك في كده، اوعى حد يشكك في كده، وبيقدر النادي الاهلي جدا. ولكن في وقت من الاوقات انت بتبقى محتاج شخصيه زي حسام غالي، بمعنى ايه؟ ان بيقول في الوش ممكن التوقيت
ممكن ان في امور خاصه بالنادي نفسها، باسلوب اداره النادي، انك دايما داخل الغرف المغلقه داخل النادي تبتدي تتكلم وتقول الاخطاء. لكن الحقيقه هي العتاب البسيط للكابتن حسام ان هو طلع وقال على الملأ، دي مشكله كبيره وسببت في بلبله داخل الفريق، وسببت يعني برضو عايزين نقول ايه الجمهور ما بين مؤيد ومعارض على الكابتن حسام، وما بين مؤيد ومعارض على الكابتن خطيب، يعني برضو عشان لان الكابتن حسام قال بعض الامور يعني بيقول فيها على ان اداره النادي بتدار بشكل فردي، وده طبعا اللي يقصده كابتن خطيب. لكن في الاخر اللي انا واثق فيه ومتاكد منه ان الكابتن حسام غالي بيحب زي اي نجم حقيقه داخل النادي، وزي اي واحد خدم النادي، وكتير كتير اسماء كتير وممكن تكون طلعت واعترضت على بعض السياسات اللي موجوده الاداريه داخل النادي، وده مش عيب، بالعكس اداره النادي لازم تحب حاجه زي كده. لكن ممكن اللي يتاخد على الكابتن حسام ان هو ما زال عضو في مجلس اداره النادي الاهلي وما زال متواجد، فكان الخروج التصريحات دي كان صعبه شويه، خصوصا ان النادي مش احسن حاجه، الفريق مش احسن حاجه، فيعني ده اللي اتاخد. لكن انا باكد ان كل النجوم الاهلي ومنهم كابتن حسام غالي بيعشقوا النادي الاهلي، بيعشقوا جماهيره وعايزينه دايما مبسوط، وهو عايز الافضل وعايز الاحسن وعايز الدنيا تمشي بالشكل اللي هو كان متخيله. يعني هو الراجل قال لك انا جيت دخلت زي ما بنقول كده المصنع، لقيت ان المصنع لا مش ده اللي انا كنت متخيله، بيدار بشكل غير اللي انا كنت متخيله. ايا كان احنا مش عايزين يعني نيجي على الكابتن حسام غالي ونذبح واحد من كوادر النادي الاهلي ومحب النادي الاهلي ونجم من نجوم النادي الاهلي، حاجات كتير جدا، عشان الراجل بيتكلم بصراحه. ايا كان بقى الوضع صح غلط، التوقيت غلط، الاسلوب غلط، لكن في الاخر ده راجل واحد من نجوم النادي الاهلي، الكابيتانو. وارجو ان الناس برضو يعني ما نمشيش ورا اللجان الالكترونيه اللي بتقود جمهور الاهلي او بعض من جمهور النادي الاهلي، مش جمهور النادي الاهلي، ليه هدف معين وبشكل معين لاهداف شخصيه واهداف خاصه بيهم هم، يا ريتها كانت اهداف للنادي ولمصلحه النادي. الحقيقه كلها انا باكد لكم انها بتبقى حاجه شخصيه لبقائهم في مكانهم او ايا كان ايه الوضع. اللجان الالكترونيه دي بتخدم الناس دي، لكن حسام غالي ده نجم كبير ومحبوب الجماهير وكابتن وحاجات كتير جدا. فانا كنت حابب بس اطلع اتكلم في الحته دي. طبعا هكلمكم على فريق الكوره لان ده قصه تانية جدا مختلفه تماما، يعني هكلمكم عليها في فيديو تاني ان شاء الله.